دليلك علشان تبقى اكونت مانجر طرش. لو عاوز فعلا تبقى اكونت مانجر زي ما الكتاب بيقول، فانت محتاج تعرف كل التفاصيل دي. اولا لازم تعرف الفرق ما بين الاكونت مانجر والموصلاتي. الموصلاتي دوره انه بياخد الحاجه من الكونتنت يبعتها للديزاين، وياخد الحاجه من الديزاين ويبعتها للكلاينت، وياخد رد الكلاينت ويبعته لتيم الكريتيف تاني. ده موصلاتي. لكن اللي بيقدر يفهم وجهه نظر الكلاينت ويقدر يفهم التيم بتاعه بيشتغل ازاي وينسق ما بينهم عشان يطلع افضل حاجه، هو ده الاكونت مانجر. وهنا اول حاجه مهارات التواصل مهمه جدا جدا انها تكون موجوده عندك، ومهارات الكتابه ما تقلش اهميه عن وجود مهارات التواصل. اتعلم تكتب ايميل بطريقه مفصله وواضحه وصريحه وتوضح فيها النقاط بتاعتك، لان ده في يوم من الايام هيبقى دافع ليك وهيدافع عنك عن اي عوق هيحصل في المستقبل. اي فويس نوت هتسجله حاول تتاكد انك صوتك فيه مش اجريسيف، لان الفويس نوت ممكن يتاخد عليك انت ليه بتتكلم بالاسلوب ده. واخيرا في نقطه التواصل، حاول دايما تمرن نفسك وتتعلم ازاي تتحكم في نبرات صوتك. يلا يا ياسر سمع عمو. يعني لقد امتى يبقى صوتك باين ان انت مبسوط، امتى يبان ان انت متضايق، من غير ما يتاخد عليك اي حاجه. خلصنا خلاص كده التواصل. تعالى بقى نشوف حاجه تانية. لازم تحضر شيت اكسل عن البريف اللي انت محتاج تاخده من الكلاينت، وتتاكد ان كل سؤال هتساله له هيبقى محطوط صح وفي مكانه. تابع النصايح اللي احنا قلناها ازاي تاخد بريف عظيم، وما تنساش اهم نصيحتين. اولا اسال كل الكرييتيف تيم بتوعك، من الجرافيك للديزاينر للكونتنت لكل الحاجات دي كلها، هم بيحبوا يشتغلوا ازاي، وايه الطريقه اللي بيحبوا يشتغلوا بيها، وايه المعلومات بالظبط اللي هم عايزين يعرفوها عن البراند ده. اسال الكلاينت بتاعك كل سؤال بطريقتين مختلفتين، يعني دايما السؤال اساله مره بشكل مباشر ومره بغير مباشر، واكد عليه في المره الثالثه. قول له يعني انت قصدك ان 1 2 3، علشان دايما يبقى كل حاجه متوثقه ومتاكدين ان احنا فاهمين بعض، ما يبقاش انت فاكر حاجه وانا فاكر حاجه. خدنا البريف، بنعمل خطوط عريضه فيها مواعيد التسليم والاستلام، وفيها كل التفاصيل اللي المفروض نبقى عارفينها محتاجينها علشان نخلص التاسك ده. ويفضل دايما انك تحدد نقدر نتواصل مع بعض امتى. ممكن نقدر نتواصل في ايام العمل الرسميه بتاعتنا، او نقدر نتواصل بعد كده، وهل في مواعيد معينه نقدر نتكلم فيها او لا. ونصيحتي لو الشغل عندك كتير فيفضل انك تستخدم كالندر تبقى مبعوثه للكلاينت، علشان برضه لو هو حب يحدد ميعاد ميتنج ما يبقاش متعارض مع ميعاد ميتنج ليك مع حد تاني. كمان مهم ان احنا نتفق على الالوان وتفاصيل الكتابه، الحاجات دي هتريحنا جدا بعدين، وعلشان لما يجي اي تعديل ناخد التعديل ونحطه جنب البريف اللي احنا متاخدين ومتفقين عليه من الاول. مثلا لو العميل قالك انا مش حاسس الكونتنت ده وحاسس ان هو فريندلي زياده عن اللزوم، هتيجي وتقول له احنا كتبناه فريندلي زياده عن اللزوم عشان حضرتك اكدت علينا ان انت عايز الكونتنت بتاعك يبقى بشكل فريندلي. وادينا لك مثال ان احنا بدل ما نقول تواصل معانا دلوقتي ان احنا نقول، وادينا لك مثال ان احنا بدل ما نقول تواصل معانا دلوقتي هنقول بدلها ايه رايك تكلمنا وتعرف تفاصيل عنه اكتر. وده بالظبط التون اللي احنا هنمشي بيها في الكونتنت، فعشان كده طلعنا الكونتنت بالشكل ده. الحمد لله فهمنا الكلاينت وعرفنا هو محتاج ايه، فاضل بقى ان احنا نفهم التيم بتاعنا. اول حاجه لازم تعرف حدود كل تيم من التيمز بتاعنا ايه بالظبط. يعني مش كل الجرافيك ديزاينر كلهم بنفس القوه او من نفس المدرسه. في اللي بيحب يشتغل حاجات كولاج، في حد بيحب يشتغل حاجات ريل استيت، في حد جامد جدا في ان هو يعمل حاجات ليها علاقه مثلا بالدكاتره، وفي منهم اللي بيحب يرسم. المهم يعني ان انت تعرف التيم اللي معاك قوي في ايه علشان تعرف تتكلم، وبيحب انهي ستايل من الستايل بتاعت الجرافيك. ومفيش مشكله ان اي اقتراح العميل يقوله انك ترجع وتقول انا هناقشه مع التيم هنعرف نعمله ولا لا. صدقني ده اوفر واحسن بكتير جدا من ان تخلي التيم يشتغل وفي الاخر نطلع خارج التوقعات بالنسبه للكلاينت. ازاي هتبقى اكونت مانجر جامد وانت ما بتعرفش تستخدم كانفا؟ بس هو ليه اصلا مهم انك تستخدمه؟ لانه هيسهل عليك جدا انك تعمل برزنتيشن بشكل احترافي في وقت قصير، وممكن كمان تطلع منه ريفرنس للبيزنس بتاعك او بتاع الكلاينت بشكل واضح، ولو في اي تعديل بسيط هيسد معاك. الخلاصه ان هو هينجزك في حاجات كتيره جدا قبل ما تروح تقابل الكلاينت. وبمناسبه بقى الريفرنس، فانت مهم جدا انك تكون بتعرف تستخدم ازاي موقع بنترست. وده مش عشان هو جامد وبيديك افكار جامده، لا ده علشان هو جامد جدا وبيديك افكار جامده جدا جدا، بس مش اجمد منك طبعا. وفي النهايه لازم تبقى عارف ازاي تستخدم منصات البيزنس اكونت لكل بلاتفورم، ازاي بقى تعمل ريبورت وتخرج النتائج، ازاي تضيف ادمن، ازاي تربط مثلا الانستجرام بالفيسبوك. كل الحاجات دي كلها مهمه، لان انت ممكن تقعد مع كلاينت يديك اللاب ويقول لك اعمل كل اللي انت عايز تعمله. ما تنساش بقى تعمل لي فولو لو حابب تعرف اكتر عن الوظائف، ولو حابب كمان ان احنا نتكلم عن التسويق.